كان هناك شاعرة كتبت تهجو الرجال الذي بزوج سنتين. قالت: يا معشر الشعراء كفاكم قرقرة، من يبتغي أخرى أتى بالمعقرة. هذه هي الأولى نسائم رحمة بدلالها وبلطفها متبخترة، كافأتها بزواج أخرى حينما صارت أمورك في الحياة ميسرة. طبعا أنا كتبت أنا عزبت طبعا من باب الترفيه، قلت بنصيحة أدلت إليك مزورة، من يبتغي أخرى شجاعك عنترة، من يبتغي امرأة بطول حياته هو ميت ندعو له بالمغفرة. يا أيها الزوج القوي إرادة، يا فارسا لا تخشى من شر ترى، أو ما مللت من النساء بزوجة إن أقبلت برجولة متعسكرة، تأتي إليها في المساء برقة فإذا عليها صورة مستنفرة، لا تقترب مني فإنك كاذب، أين الدقيق وأين تلك الطنجرة، وتنام مغلوب وقلبك موجع، تبقى حياتك تحتها مستعمرة، أما الصباح كأنما هي قائد في الجيش تأتي بالصياح مزمجرة، أين التي منها مساؤك ينتشي ببخورها تأتي إليك معطرة، وكأنها في الصبح نور ساطع تأتي إليك بالسكينة منقرة. يا أيها الأزواج قوموا جربوا أولى وثانية وحتى آخرة، يا ويح من قد ذللته زوجة، ذل الرجال جريمة مستنكرة، مت أيها الزوج الذليل أهنتنا عند النساء ولا أرى لك معذرة، بعض النساء كأنما هي سلعة إن مر عام تنتهيك البودرة. هذا تحريض عيني عينك. بعد طبعا ردت عليها، تمام ردت عليها، بعدها كتبت الرد الثاني، قلت: قل للتي بحديثها متبخترة، أكثرت يا بنت الكرام الثرثرة، إن التعدد رحمة من ربنا بالعانسات وبالنساء العاقرة، إن التعدد بالزواج مؤدب بالمهملات وبالتي هي قاصرة، لو كان في التعداد أي مضرة لا أتى بها الشرع الحنيف لنحذره، ما جاءنا المكروه غير طلاقها، إن كان طلقها ترى ما أحقره، ما أجمل الرجل الذي في داره أولى وثانية وحتى آخرة، تتنافس الزوجات في إرضائه وكأنه ملك قوي السيطرة، أيامه وأوقاته محسوبة يمضي حياة بالنظام مسطرة، كل تنافس غيرها بمكيدة لتفوز في قلب الحبيب لتأسره، فتظل إحداهن ترقب طلعة وبلهفة تأتي إليه معطرة، من كيدها تأتي بفيض محبة تسقيك حبا من كؤوس مخمرة، وكأنما هي عبلة في دارها، وغدوت يا هذا عظيمك عنترة، قم أيها الزوج العظيم فإنه يحتاج منك شجاعة ومغامرة، لا تحصر العمر الطويل بزوجة، فالعمر غال ربما قد تخسر، فالعمر غال ربما قد تخسر. شطحت كثير يا معشر الرجال. من الشعر ما هو أكذبه. هو فعلا يعني طبعا في أجمله أعذبه أكذبه، صدقت. بس بغض النظر يعني انه نحن اكيد الكلام هذا ما عجبناش، هذا اكيد، بس خليني اني اسالك يعني سؤال شخصي، انت كتبت هذه الاشعار وهذا او انت عندك عزم ما تزوج، ايوه كان الان ايش قناعتك انت ممكن تزوج ثانيه؟ والله سلام محرجة. ان شاء الله ان شاء الله ما نوصل لهاش. احنا يعني من باب استعراض اعمالك الاولى، ومن باب انه نشتي نوري الجانب الاخر من سلمان للناس، انه على طول كل قصائدك حرمان ووجع والم، فحبينا انه نبين الجانب يعني الاخر بالمناسبه يعني لانه احنا تعودنا على القصائد الحزينه، يعني طابع الحزن، حتى ان الشعر دائما ما يكون حزين. هناك قصيده ايضا، قلت: في كل مأذنة أقمت عزائي، وبكل قافية نسجت رثائي، وتداخلت عند الكتابة أحرفي، إني لأضحك من غرور بكائي، اليوم تنتحر القصائد في فمي، من صوت المبحوح ضاق ندائي، سكرت من الوجع الشديد مشاعري، وغدا لهيب النار في أحشائي، اليوم حلت في البلاد بلية ورزية فاقت على الأرزاء، لا تسألوني ما المصاب فإنه بالعصر قد سرقت علي حذائي. كل ما نخرجه نحن من الحزن يرجعنا مرة ثانية. خلونا